اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكون الدنيا عندكم تمام، ويا رب تكون الدنيا عندكم كويسه، ويا رب الدنيا تكون مستقره عند حضراتكم. باذن الله تعالى ان شاء الله النهارده هنبدا نعمل حاجه، يعني زي ما المره اللي فاتت اشتغلنا على الباوربوينت، او المرات اللي فاتت اشتغلنا على الباوربوينت وقلنا لحضرتك ازاي ممكن تعمل باوربوينت باستخدام الفي بي اي، طبعا طريقه جديده. هنبدا نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في عمل بيسموها فورم. يعني ايه فورم؟ بص يا باشا، انت في كتير من الاحيان تروح مثلا، مثلا تعال ندي مثلا كاشير، رايح كاشير، يجي كاشير ده اللي هو بتاع الحساب يعمل لك تك تك تك، يجيب الباركود تك 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 ويطلع لك حسابك قد ايه. دي انا بفكر اعمل الموضوع ده باستخدام الذكاء الاصطناعي، بس ده اللي هناخده النهارده ده ليه علاقه بيه، ليه لينك بيه. ساعات مثلا تروح في في بتاع مثلا، وليكن معمل تحاليل، تلاقيه يدخل لك التحاليل تك تك تك، يطلع لك ايه؟ يطلع لك اجابه، او يطلع لك الرسمه للتحاليل او حاجه زي كده. ده برضه ليه علاقه باللي هناخده النهارده. احنا هنا بنعمل حاجه بيسمى جي يو اي، جرافيكال يوزر انترفيس، او ما بيسموها الفورم. الفورم ده عباره عن واجهه رسوميه حضرتك ممكن تدخل من خلالها بيانات وتستدعي من خلالها بيانات. في ناس بتستخدمها مع الداتابيز، وفي ناس بتستخدمها مع الاكسل زي هناخد النهارده. اللي هناخده النهارده يعني هي حاجه متقدمه لحد ما، وبرغم ان هي متقدمه الا ان حضرتك تقدر تعملها بمنتهى السهوله باستخدام الذكاء الاصطناعي. تطوير الذكاء الاصطناعي كأداة دي حاجة مهمة جدا، وده احنا هنتكلم عليه النهارده. بس في ملحوظة أكد عليها لما ابتدي، مفيش حاجة اسمها ذكاء اصطناعي هيعمل كل حاجة، لا، انت لازم يكون لك دور. وانت هتشوف دلوقتي واحنا شغالين مثلا اشرح لك ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه، على اساس تبقى فاهم كل حاجة دي بتعمل ايه. ماشي، بسم الله. اول حاجة اخش على الشات جي بي تي، هقول له يا عم الشات جي بي تي عامل ايه؟ يقول لي السلام عليكم، اقول له وعليكم السلام. هقول له صمم لي فورم. لاحظ بقى حاجه مهمه جدا، انا بستخدم الشات جي بي تي ودي من اكتر الحاجات اللي حضرتك لازم تلاحظها، ان انت بتستخدم الشات جي بي تي في الحاجات دي، الحاجات بقى الصح لازم نكتب له بالتفاصيل. طبعا انا كاتب بالعربي، يفضل تكتب بالانجليزي، بس هو الشات جي بي تي يعني ربنا هداه وبقى يفهم عربي شويه. تاني، الشغل اللي هو عامي ده، يعني اكتب له مثلا ايه، صمم فورم الاكسل ادخال بيانات على الموظفين واقف. طبعا هنا الشات جي بي تي هيكتب لك بس هيديك حاجه صغيره. الشات جي بي تي اعتبره ايه؟ اعتبره واحد بيحب النكش، واحد بيحب الايه، اللعب. فانت لازم تشرح له بالتفاصيل انت عايز ايه. ودي يا جماعه قاعده من القواعد اللي حضرتك لازم تعرفها واحنا شغالين، انا قلتها قبل كده وهقولها تاني. الشات جي بي تي ده لازم تنكشه، اوعى تديله حاجه مختصره، هيديله مختصره مش هيعبرك، هيديك اجابه مختصره. طول ما انت بتفتحه وبتشرح له بشكل تفصيلي، طول ما يطلع لك الحاجه بشكل افضل. تمام. فقلت له صمم لي فورم للاكسل لادخال بيانات عن الموظفين في شركه، ضمن كل من اسم الموظف، سكن الموظف، راتب الموظف، عمر الموظف، خصم المال من الموظف، ثم يقوم بطرح راتب الموظف من الخصم ويضعه في خانة جديدة ويسميها الرصيد الفعلي. طبعا ده لحد ما يعني في شويه تعقيدات، احنا ممكن نعمل حاجه بسيطه، اسم الموظف سكن الموظف وخلصنا، لا، احنا حطينا فيه راتب وحطيت، طبعا هو مفترض عمر الموظف يبقى ليه خانه معينه، بس دي بقى بعدين نتكلم عليها انواع الداتا. طيب، هو هيعمل ايه بقى؟ بص بقى يا باشا، ودي طبعا حاجه بدائيه قوي، يعني مش بدائيه، هي فيها الشغل برضه. بص يا باشا، الشات جي بي تي قال لك تمام يا حاج اسلام، انا دلوقتي هقول لك تعمل ايه. قلت له اتفضل يا باشا، على عيني وعلى راسي. قال لك اول حاجه افتح الاكسل. فتحت الاكسل، طبعا لازم يكون عندك برنامج الاكسل. وبعدين قال لك في اعداد ورقه A1 وB1 وC1 وD1 وE1 وF1. ده ايه بقى؟ الاكسل مع بعض كده. انت الاكسل ده عندك فيه حاجتين، في عندك اول واحد اللي هو متعلق بيه الكولومز والرو، كل واحده من دي بتسمى اسم A B C D E F
جي اتش اي جي كلم منه بيك زي ما انت عايز تقول. كل واحده من دي بقى لها رقم. السيل بيسمى خليه او سيل. فالاولاني ده بيسمى اي 1، التاني ده بيسمى ايه؟ التاني ده بيسمى بي 1، التالت ده بيسمى سي 1، الرابع ده بيسمى دي 1، اللي بعد كده الاي اي 1، اف 1. فكل واحده دي اي 1، دي اي 2، دي اي 3، دي بي 1، دي سي 1، دي 1، دي اف 1، دي اي 1، دي اف 1. انا هسمع كلام الشات جي بي تي، انا هشرح لك بالتفاصيل. لاحظ معايا الشات جي بي تي ما قالكش، ما ادكش الكود وقال لك روح، لا اداك بالتفاصيل. اقول له تمام يا باشا. هاخد اول حاجه اي 1 واسميها اسم الموظف اهو. تمام كده. فين يا معلم ده؟ اسم الموظف ادي 1، كنترول في، اسم الموظف. اللي بعد كده بي 1، فكان الموظف. راح دايسين هنا اهو وندوس كنترول في. رقم سي، راتب الموظف. اجي على رقم سي واروح حاطط له راتب الموظف. واللي بعد كده رقم دي، عمر الموظف. رقم دي اعمل لها عمر الموظف. وبعد كده رقم اي احط فيها خصم الفلوس. واخر حاجة اف دوت الرصيد الفعلي للموظف. يبقى اول حاجة في الاكسل، اول حاجة عملناها فتحنا الاكسل، رحنا جايين يا باشا عاملين مين في كنترول، هنا كنترول في، رحنا فاتحين كل سلم من الخلايا وسميناها اسم. طبعا في طريقة تانية بقى يقعد يقول لك اعمل خلايا بلون عامل كده، كنترول في. تمام. خليها لي بولد، خليها لي مش خلية شكلها باللون مثلا الاحمر زي ما انت شايف كده، خليها لي باللون الاصفر. ماشي، يعني ممكن اخلي الخلايا دي كلها باللون الاحمر، اعملهم كده مثلا، اروح جاي كده مثلا نقول ايه، كلهم باللون الاحمر مثلا كده مثلا. تمام. واخلي مثلا غير الخط، يعني بص عندك بقى غير الخط، كبر الخط، كده يعني براحتك. اعمل تعمل مثلا يعني بص زي ما انت شايف كده براحتك، بعمل يعمل اللي يريحك يعني. فاهم؟ براحتك يعني. ماشي، خليها باللون الاحمر مثلا. تمام. طب ايه الستيب اللي بعد كده؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ جاي كده للشات جي بي تي. طبعا عملنا اهو، بص انت احنا ماشيين معاه خطوه بخطوه، وده طبعا حاجه وهم. انت هنا بتعمل بروجكت او بتعمل مشروع، يعني في بعض الاحيان بيكون متقدم، بس انت بتعمله بسهوله باستخدام تعليمات الشات جي بي تي. بس انت تبقى فاهم يعني، ما هو لو حد مش عارف ايه 1 وبي 1 مش هيعمل حاجه. بعد كده بيقول لك هتخش على الديفلوبر. من عناية يا باشا، يخش على الديفلوبر. وبعد كده طبعا هو بيقول لك لو انت مش عندك الديفلوبر تعمل ايه. الديفلوبر ده يا جماعه ما يخش من اهوت، وقال لك من، تخش على فايل، ومن فايل دي تختار حاجه بتسمى الاوبشنز، وبالاوبشنز دي تختار دي، وتخش هنا على كلمه ديفلوبر وتدوس عليها علامه صح وتدوس اوكي. تمام. ماشي. بعد كده هنا بقى هنبدا نعمل اول فورم. بس انا عايزك اما تعمل فورم تعملها بطريقه معينه. ايه يا باشا؟ انا هسمي الفورم بتاعتي امبلوي. ماشي مش مشكله. هنعمل حاجه بتسمى الماكرو. مين الماكرو ده؟ هنيجي هنا اهو، وهنروح جايين على الديفلوبر،
وهتلاحظ حاجه بتسمى الماكرو، دوس عليها وبعدين تدوس على الماكرو مثلا تسميها وليكن سميها اسم بقى، مثلا اسميها employee. حلو وادوس كرييت. طيب هنا سب امبلوي المفترض هيفتح لي، لاحظ معايا بس ركز في الكلام ده، هيفتح لي انهي فورم؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني لما بدوس على ديت بكتب هنا كلام، الكلام ده من خلال الماكرو بيخش عليه، فانا هلتزم بالاسم اللي هو موجود عندي في مين، في الشات جي بي تي. هو مسميها ايه؟ مسميها دي، فانا هاخدها دي. تمام، كوبي. هاخد دي واحطها فين؟ هاخد دي واحطها هنا. طيب الماكرو ده بيعمل ايه يا مستر؟ قلنا ده بيفتح لي الفورم. ايه الفورم؟ هتشوفها دلوقتي. الفورم دي اسمها ايه؟ اسمها امبلوي فورم. افتكر كويس جدا ان اي حاجه ليها نيم، اي حاجه ليها ايه؟ اي حاجه ليها نيم. ماشي. بعد كده هروح جاي هنا اهو، هدوس حاجه بتسمى نيو فورم. اطلع هنا اهو، ادوس هنا اهو وادوس يوزر فورم، ادوس عليه. ده يا باشا النيو فورم اللي عندك في كده، ده نيو فورم. دي هي الفورم اللي عندك يا باشا، وده شكل الفورم. اول ستيب هعملها لازم اروح، شايف هنا اهو كاتب لك نيم، هكتب اسم الفورم. اسم الفورم ايه؟ اسم الفورم بسط ده اللي هو امبلوي فورم. ليه كتبت امبلوي فورم؟ لان الماكرو اللي انا لسه عامله اما ادوس عليه، فاما ادوس عليه هيجي يفتح لي الفورم دي. الفورم دي ايه؟ دي الواجهه اللي عندي شغاله. تمام تمام تمام. انا عايز اعمل ايه؟ اللي انا عايز اعمله كالاتي. تعالى بس نرجع لتاني للبتاع اللي هو بتاع الشات جي بي تي. تمام، كتبنا هنا البتاع ده. قال لك هتبدا تعمل انسيرت الحاجات اللي موجوده عندك. انسيرت دي يعني هنضيف ايه؟ عندي بس كام اسم اه. قال لك هتضيف ليبل 1 اسم الموظف، ليبل 2، ليبل 3، ليبل 4، ليبل 5. تمام. ومدينا هنا اهو تكست بوكس 1، تكست بوكس 2، تكست بوكس 3، تكست بوكس 3. ايه الحاجات دي بقى؟ ودي برضو هنتعرف عليها. الليبل ده مقصود بيه المكان اللي حضرتك بتكتب فيه كتابه. التكست بوكس هي المكان اللي حضرتك بتدخل من خلاله معلومات. يعني مثلا انت مثلا ممكن يبقى عندك وليكن بنك مكتوب عليه ادخل الفلوس هنا، فالكلمه دي ما بتتغيرش، هي ادخل الفلوس هنا. طب الحاجه اللي انت بتدخل فيها الفلوس هي دي اللي بتسمى التكست بوكس. تمام. طيب انا عندي من 1 لحد 4 ليبل، او من 1 لحد 5 ليبل. اجي هنا اهو، كنا خليناها 3 وخلاص، انا مش عارف يعني ايه الفزلكه. المهم هخش هنا اهو على الليبل فين؟ مستر اسلام ساعات بيفزلك، طب ما كان يعني انا مش عارف والله. المهم هدور على الليبل يا معلم. شايف الليبل ده اهو، ده الليبل. انا اعمل الليبل ده، ممكن اكبرها سيكه كده بسيطه. اكبر بقى بالله عليك عشان الناس مش شايف كويس. اكبر، هتكبر يا عم الحاج. ادي يا عم اكبر التكست بوكس دي. تمام. واعمل الليبل ده، هاخده كوبي، كنترول في، كنترول سي، هو 5 مرات، كنترول في، 1 2 3 4 وواحد فيه فوق. ولا اقول لك ماشي، ادي ليبل 1، ادي ليبل 2، ادي ليبل 3، ليبل 4، ليبل 5، وابدا اكتب فيهم الكلام. طبعا انا عايز ايه؟ اكتب الكلام. غير النيم، مش غير النيم، اغير اللي هو بيسموه الكتابه. تمام، اللي هي الكابشن دي. الكابشن دي اللي هي الكتابه. النيم خليه ثابت، لان النيم ده يا جماعه انا بستخدمه في البرمجيات. خليك في نقطه مهمه، ايه الفرق بين النيم والكابشن ده؟ النيم ده ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني سوري، النيم ده هو اللي بستخدمه في البرمجه،
بند عليه، بستخدمه في الكود وهوريك دلوقتي بستخدمه في الكود ازاي. انما الاسم الكابشن ده هو الكتابه اللي هي بتبقى باينه، فانا هخلي دي مثلا، هم كان اسمهم ايه الاسم مثلا، الاسم اه هنا انا عندي في مشكله ان هو ما بيكتبش عربي للاسف. اكتب النيم، تمام تمام، هكتب النيم واحاول طبعا بقى انت ممكن تغير الخط، لون الخط، الهايت بتاع الخط، شكل الخط، بيروح ليفت ولا رايت، تغير من هنا كل حاجه. يعني مثلا عايز اخلي الخط مثلا الكلر بتاع اللون مش عايزه لون اسود، فاغيره من هنا مثلا، اخليه باللون ده مثلا اهو، اعمل له كده مثلا، شوف شكله هيتغير. لا ده انا عايز الهايت بتاعه يكبر، فاروح مزود الهايت، اخليه مثلا وليكن 20، دوس كده هتلاقيه زاد. طب لا انا عايز يروح ليفت، يروح لا يروح رايت، عايز البوردر بتاعه الشكل من بره عامل ازاي، كل الحاجات دي الفونت، كل الحاجات دي ممكن تغيرها من هنا، دي خصائص الحاجه. تمام. يعني مهم عندنا بعد كده ايه موجود، عندنا النيم والايدج والادرس والسالري. بص انا يعني تعالى اسميهم اسماء كده ايه، طبعا انت سميهم اسماء براحتك، بس انا برضه عشان خاطر وقت الفيديو مثلا اخلي ليبل 1 نيم، ليفل 2 وليكن هو غير واحد بيتكلم عن ايه، الادرس هكتبه ادرس، اي دي دي اللي ادرس. اللي بعده الراتب سالري، اس ايه مثلا، سالري، دوس انت، ده مش الكابشن ده يا مستر، الكابشن فين، الكابشن اللي فوقيه، تمام عشان الكابشن اللي فوقيه اهو، اكتب السالري، سالري، دوس انتر. طبعا انت ممكن تكتب حاجه قليله، يعني ما تعملش زي المستر بتاعك يقعد يكتب حاجات كتير، يعني ده فيديو ابتدائي، يعني ما اعرفش ايه اللي يعني سالري. وبعد كده عندنا العمر، الايدج، تمام، ايدج. واخر حاجه عندنا مثلا خصم، الخصم دي ممكن نسميها ايه، خليها مثلا نخليها اي حاجه مثلا ديفرنس مثلا. طبعا هنا في مشكله اصلا في كود يكتب عربي، بس واضح ان عندنا مشكله في البرنامج. المهم بعد كده بندخل حاجه بتسمى التكست بوكس، ده الليبل ده يا باشا زي ما انت كتبته كده زي ما اتغير، انما التكست بوكس مهم جدا. ليه بقى التكست بوكس مهم جدا؟ لان انا زي ما قلت لك كل حاجه مهمه في التكست بوكس، لان من خلالها هدخل البيانات. فاجي هنا مثلا عايز ادخل التكست بوكس، التكست بوكس اللي هي دي، تمام، فاختارها. هم متكررين كم مره، هم متكررين 5 مرات، فاخدها كوبي، بناخدها 5 مرات. مش دي تكست بوكس برضو ولا كومبو بوكس؟ كومبو بوكس، لا احنا عايزين تكست بوكس ديليت. فين يا عم الحاج التكست بوكس، التكست بوكس، التكست بوكس، التكست اهي، التكست بوكس اهي، التكست بوكس اهي. هاخد التكست بوكس دي واكررها كم مره، 5 مرات، كوبي، 1 2 3 4 5. لاحظ معايا ان انا لازم امشي بالترتيب، اقول لك ليه تمشي بالترتيب، لازم تمشي بالترتيب. يعني تكست بوكس 2 احطها هنا اهو، فين تكست بوكس 3، 6، تكست بوكس 3 احطها هنا اهو، تكست بوكس 4 احطها هنا اهو، تكست بوكس 5 احطها هنا اهو. طبعا بقى انت ممكن بقى تغير شكل التكست بوكس، تكبر الخط، تعمل زي ما انت عايز تعمل. حتى في الليبل ده انا ممكن هنا اكبر الخط في الليبل، فاهم؟ يعني مش بالضروره يبقى الخط ده، لا انا ممكن اخلي الخط اكبر.
يعني ممكن اخلي الخط بيبقى كبير. تمام. ممكن تلعب هنا في اعداد الخط تكبره، بس يعني مش هنا، يعني مش هركز قوي في موضوع الفورم ده تعمله ازاي. الفورم ده ممكن تغير لونه، تغير شكله، وطبعا ممكن نطلب ده من الاكسل ان هو يساعدنا، يعني يعمل خط كبير كده يعني. المهم، انا دلوقتي دخلت الحاجات دي كلها زي ما هو طلب مني في الشات جي بي تي. ماشي. بعد كده هدخل حاجه بتسمى كوماند بوتوم. لو داخل بوتوم ده اللي هو مقصود بيه الزرار. فين يا باشا الزرار؟ تروح جاي هنا ودور على بوتوم 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 بوتوم، هنا ده بوتوم اهو، حطه هنا. واغير النيم بتاعه واسميه مثلا سيف. لا مش النيم، هخليه زي ما هو، انا بتكلم على الكابشن بتاعه. فين يا باشا الكابشن اللي هو ايه اهو، هخليه سيف. ماشي. بعد كده هعمل ايه؟ هروح دايس عليه كده، اروح لاخده الخاص، واخد الكود اللي مكتوب لي هنا اهو، اخده كوبي، وبعدين اروح فاتح برنامج الاكسل واروح حاطه. طبعا حضرتك هنتكلم دلوقتي على الكود ده. حضرتك ايه بيحصل؟ نتكلم شويه على الكود. ايه بيحصل؟ اقول لك انا ايه بيحصل. فاكر لما قلت لك التكست بوكس؟ فبيجي هنا ياخد، شوف بقى يعني ما بيحدد لك كل مكان فيه ايه. طبعا هو هنا عاملها تقريبا باستخدام الاي اللي هي الفور، فقال لك شيت واحد. تمام. السل الاولانيه القيمه اللي انت هتحطها هتروح تتحفظ بالسل الاولانيه. طب جايه منين السل الاولانيه؟ جايه من تكست بوكس دوت تكست بوكس 1. فالحاجه اللي موجوده في التكست بوكس 1 هتروح تتحفظ هنا اهو. طب الحاجه اللي موجوده في التكست بوكس 2 هتروح تتحفظ هنا اهو. الحاجه اللي موجوده في التكست بوكس 3 هتروح تحفظ هنا اهو. الحاجه اللي موجوده في اللي مش عارفه مين تروح تحفظ هنا اهو. فالقيم اللي انت حاططها تروح تتحفظ في الاماكن اللي موجوده. تمام. ماشي. تعال نجرب كده، انا اعتقد فيه ممكن تكون في مشكله. طبعا هنا انا يعني انت مش فاهم حاجه في الكود فعليا، بس انا قدرت اصمم حاجه. تعال نشوف هتشتغل ولا الاول. بس هنا نبدا نكتب الاسم وليكن اسلام. الادرس السادات، السالري 30، خليها 3000. الايدج مثلا 31، مخصوم منه 600 جنيه. وادوس سيف. رب يشتغل. بس شايف يشتغل معانا ازاي؟ دخل لك الاسم، دخل لك العنوان، دخل لك الراتب، دخل لك عمر الشخص، دخل لك خصم الفلوس، ودخل لك الفلوس الفعليه اللي انت احنا هنا طريقه بسيطه. انت كل حطيت حاجات، حطيت حاجات،
عملت ديزاين بفورم زي ده، دخلت فيه حاجات حفظتها على الاكسل. تمام، حلو. يا جماعه ازاي نقدر نستخدم الاي اي في يعمل لي فورم؟ بس حاجه لازم تكون عارف شويه في الاكسل. ماشي، خلي بالك في نقطه مهمه، ودي احنا هنتكلم عليها بشكل مفصل. الكود ده ممكن نشرحه، يعني ممكن نتكلم عليه بحاجه بسيطه. فين الكود؟ بص يا باشا الكود ده، تعال نشرح الكود ده برضو عشان ممكن الطلبه تكون ايه عايز تفهم يعني. في حاجه بتسمى المتغيرات. المتغيرات دي زي هو معرفها، دم اللي هو متغير واحد نوع انتجر، دبل. طبعا انتجر ودبل دي متعلقه بالارقام، ودبل بيختارها في الارقام الاكبر. بعد كده قال لك ايه؟ لتحديد الصف الثاني لادخال البيانات، بيقول لك ان هو هيبدا يدخل البيانات من خلال البتاع دي. هنا بيقول لك الحصول على القيم. قيم ايه يا باشا؟ بص يا باشا، نفتح مع بعض البتاع ده. هنا عندي السالري، تمام، وعندي الخصم. في حاجتين مهمين لازم تبقى عارف. البرنامج نفسه لما بيتعامل مع حاجه رقميه غير لما بيتعامل مع حاجه حرفيه. يعني ايه؟ يعني الرقم ده هيخش في معادلات، فلابد ان وانت تدخله في معادلات. فعشان كده الراجل معرفه لك كرقم، يعني بياخد القيمه اللي موجوده في التكست بوكس. ان احنا قلنا التكست بوكس دي تعتبر القيمه اللي بتبقى موجوده داخل اللي انا بكتبها، بيبدا يحولها الرقم. هو هنا محول الحاجات لرقم. وبعد كده قال لك الاكشوال بالانس ده الحق اللي هيفوزك، يعني هي عباره عن القيمه اللي انت دخلتها في التكست بوكس 3، الرقم اللي انت حولته، ناقص القيمه اللي انت حولتها في التكست بوكس 5. يعني انا دخلت قيمه في التكست بوكس 3، ودخلت قيمه في التكست بوكس 5. تمام، وعملت ايه؟ القيم دي اتحولت وبدات تخش في عمليات زي اللي قدامنا. ماشي، بعد كده عملت ايه؟ بعد كده دخلت القيم عندي، اشتغلت عليها وبقيت اوديها الناحيه. ده لاحظ حضرتك هنا انا قدرت اعمل فورم طبيعيه جدا باستخدام الاكسل. ماشي، قدرت اعمل ديزاين لفورم. بس احفظ منين بقى؟ اخش على فايل، اخش على فايل، اقفل. اخش على فايل، من فايل ادوس سيف از، اختار البي سي، بعدين احفظه كايه. لاحظ تحفظه تاني واحده دي او تالت واحده اللي هي ماكرو انيبل. دوس عليها وتدوس سيف. عايز اعمل برضو حاجه، ادوس على الماكرو دي، هدوس على الامبلويي، المفروض يفتح لي البتاع اللي هي دي. تمام، تمام. انا مثلا ادخل اسم تاني وليكن هيثم، يدرس مثلا البحيره، السالري بياخد راجل 5000، ليجي عنده 45 سنه ولا 45 سنه وبيخصم منه 700. حضرتك قدرت تصمم شيت في اكسل وتصمم له الداتا انتري بتاعته وتشغله بالشكل ده. ده كله باستخدام الذكاء الاصطناعي. تمام، تمام. بس ممكن بقى انا اعمل حاجات اعلى. طبعا ممكن تعمل حاجات اعلى، وفكر جديا نعمل حاجات اعلى باستخدام الشات جي بي تي. لان انا كده عارف تقريبا الشغل بتاع الاكسل عامل ازاي. هل ممكن افكر مثلا، هل ممكن افكر ان اعمل مثلا كود، اشوف كود مثلا اكتبه
لمدرسه مثلا، ادخل اسم الطالب، عمر الطالب، الدرجه اللي جايبها الطالب، واقدر اطلب منه انه يقول لي الطالب ده ناجح ولا لا. اقول له الطالب جايب اقل من 50 يسقط، طالب اقل من 60 ينجح، وهكذا. اطلع البيانات بتاعته. النقطه الثانيه المهمه، هل باستخدام الشات جي بي تي نقدر نعمل حاجه تانية؟ ايه هي؟ زي ما قلت برضه ممكن نحاول نعملها، ان احنا نعرض البيانات. فاهم؟ نعرض البيانات. انا دلوقتي انا برضو عايز ممكن اعمل فورم، والفورم دي تعرض لي البيانات، يعني اكتب فيها اسم الشخص وادوس عليه يطلع لي البيانات بتاعت الشخص، اسمه عايش فين، مرتبه قد ايه. ودي برضو من الحاجات اللي انا ممكن افكر اعملها باستخدام الشات جي بي تي، نطلب منه صمم فورم باستخدام اكسل لعرض واظهار بيانات داخل الاكسل، وتقوم والبحث عنها عن طريق الاسم، بشرط ان هي بتكون فيها اسم الموظف وهكذا. ممكن نعملها. حضرتك هنا وصلت لمرحله مع استخدام الشات جي بي تي ان كل حاجه بقت سهله. بس برغم ان كل حاجه بقت سهله، الا ان حضرتك هنا هو لابد انك تبقى عارف انت بتعمل ايه. ودي من اكتر الحاجات المهمه. احنا هنا ما بستخدمش الشات جي بي تي كاداه بتعمل لي كل حاجه، هي اداه مساعده خرافيه طبعا، يعني خرافيه. وبرغم ان هي خرافيه، الا ان هي لابد ان حضرتك تكون مدرك ومذاكر وعارف انت بتعمل ايه. فتاني باكد على النقطه اللي بقولها، الشات جي بي تي احنا موجود فيه عشان نستخدمه، مش عشان هو يستخدمنا. شكرا لك.